السلام عليكم حبابي، مرحبا بكم معايا فيديو جديد من سلسلة نظام الطيبات. اليوم الخامس كيف ما غتشوفوا غنشارك معكم الوجبات اللي خديت هذا النهار. وجبات خفيفه كيف ما تعودتوا عليا انني كنحاول انني نردهم وجبات مغربيه باش يجيونا هكا بساط وسهلين وفي متناول الجميع. سولتوني في الفيديو اللي سبق على العصير معلب واش مسموح ولا لا. المهم انا بزاف ديال التعليقات، شي وحدين كيقولوا لا، شي وحدين كيقولوا المهم انا اللي عرفت انه مسموح فخديته. خليكم معايا باش تشوفوا المفاجاه ديال هذا النهار. المهم غنبداو. اول حاجه خديت هي الفطور. كيف ما شفتوا معايا خديت الفطور صحي بحريشه بالدقيق القمح الكامل وبالنخاله ديالها. طيبتها وخديت منها واحد الطريف، درتو بالكونفيتور وزويته بلديه، 3 ديال التميرات وكركاعات، كويس ديال اتاي. سولتوني في الفيديو اللي قبل على اتاي واش مسموح ولا لا. هو راه مسموح لان الشاي الاخضر طبيعي ديالنا هو مغربي. بالنسبه للغدا هنايا اختاريت انني ندير الحوت السردين كيف ما كتشوفوا بالتوابل. ما فيهش توابل عفوا. فيه غير مليحه والكمون وشويه ديال زريعه القزبر والحامض وشويه ديال الثومه. صافي. دوزت فيه داك الحوت هكذا وغادي نقليه. كيجي خفيف وجا رائع. تصوروا شحال جا لذيذ هذا السردين هكا واخا ما فيهش العطريه. والله القسم الا جا بنين احسن من داك الثومه والتحميره والسودانيه وداكشي اللي كندير. والله الا هكذا جا رائع. غادي نعتمدوا ان شاء الله. صافي دزت مباشره درت الكغاتان. خديت بطاطا درتها في الكوكوط، سلقتها مع زويته بلديه ومليحه وشويه ديال الماء. صافي حتى تسلقات حيدتها درتها في لاطه اللي غادي تدخل الفران. درت عليها الفرomاج الاحمر المحكوك اولا اي فرomاج كان عندكم، موتزاريلا اولا اي حاجه كتفضلوها، ودخلتها للفران. كتخرج واجده كتجي رائعه ومعلكه من الداخل. يمكن لكم ديروا الفرomاج حتى من الداخل معاها قبل ما ديروا الفرماجه كامل الفوق. ديروا معها الفرماج من الداخل، عادوا ديروا الفوق، عادوا دخلوها للفران. كتجي محمره، كتجي شهوه منها وخفيفه وسهله التحضير. هانتوما شوفوا كيفاش كتخرج، كتجي رائعه. كندير عليها الفرماج من الفوق. الحوت هو راه كيتقلى. الطبيخ الاول هو هذا اللي غتشوفوا معايا. من بعد رافقت هذا الشيء طبق ديال الرز العادي، سلقته بالمليحه والابزار. درت عليه واحد البواطه ديال الطون وشويه ديال الميس اولا الذره، حيت الذره راه مسموح في هذا النظام، يعني راه ما خرجتش على النظام. كنتمنى. هادشي اللي كاين بالنسبه للغدا. كان شي حاجه اللي هي خفيفه وسريعه وصحيه في نفس الوقت كيف ما كيقول النظام، ماشي انا. انا غير متبعه معكم، كنشارك معكم الوجبات اللي كناخذ كل يوم. هذه الوجبه الخامسه راني ماشيه معكم ايطاب بار ايطاب. شوفوا لي الرز كيفاش كيجي، جا رائع. غير مليحه والابزار. باش سلقت الرز درت عليه الطون والميز، جا غزال ومشبع، يعني ممكن تاخذيه كوجبه بوحدو. ايوا شوفوا معايا لاله هاد اللحظه الصراحه. انا مصدومه بزاف. انا اليوم في اليوم الخامس من نظام الطيبات. واش عارفين باللي الشيبس راه مسموحه في هذا النظام ولا لا؟ شاركوني الاراء ديالكم، قولوا لي واش عارفين بانها راه مسموحه في هذا النظام ولا لا. قالوا بانها مسموحه. انا اختي ما كنتش كنظن هذا الشيء بصراحه. بغيت الراي ديالكم. واش زعما شاركوني الراي ديالكم في لي كومونتير. واش كنتوا عارفين بان هذا النظام فيه شيبس مسموحه؟ خليوا لي الراي التعليق ديالكم نشوفهم تناقشوا فيها. المهم انا كنستمتع بهذا المنظر. خديت ديك الشيبس عرفتها مسموحه في النظام، خديتها وخرجت للجريده كناخدها فهاد نستمتع في الطبيعه والخضوريه. الجو غزال تبارك الله ما شاء الله. المهم خديت هاد الشيبس استمتعت بها والقرمشه ديالها. بغيت غير نشارك معكم شنو كنحس في هذا النظام. حسيت بانه خفيف، كنحس بالطاقه ديالي كتحسن الصراحه. الوزن ديالي كينقص بلا ما نحس بالجوع. المعده ديالي كنحسها خفيفه، مصرني خفاف، يعني كتحس بالكريشه ديالك داخله، ما كتكونش منفوخه دائما بحال الايام العاديه. هادشي اللي حسيت به لحد الان. غادي نشارك معكم اي وجبه او اي وصفه درتها. كنتمنى السلسله او لي فيديو اللي كنشارك معكم يعجبوكم. الا كان عندكم اي تساؤل او بغيتوا نشرح لكم على شي وصفه معينه خليوا لي في التعاليق. وكنشكركم على المتابعه ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. شكرا لكم على المتابعه والى اللقاء.